يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده عندنا بيكنيك مع الأصدقاء. استنوا، عندنا بيكنيك مع الأصدقاء وكل واحد جايب حاجات. هذه اتش كذا اتش كبي اتش. يلا يلا برافو. وكل واحد جايب اشياءه. ازيكم؟ ومفروض دلوقتي ثانية واحدة، المفروض دلوقتي رايحين على المحطة نركب. بعد كده هنبدأ البيكنيك بتاعتنا. سليلة فرحانة ازاي؟ هنبدأ البيكنيك بتاعتنا، وقلت اخدكم معانا كده في اليوم بتاعي النهاردة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، حاجة مختلفة عن الفيديوهات اللي قبل كده. يلا بينا. يلا يا ليلوش. انا وليلى النهارده خارجين لوحدينا، مفيش حسين، عشان كده الفلوج مختلف. وكل واحد فينا كان محضر اكل، يعني كل واحد فينا محضر حاجه هيعملها. وهنتجمع، بما ان في اطفال هنتجمع في مكان فيه العاب اطفال. تمام. والجو النهارده جميل جدا، عشان كده قررنا انا واصحابي والسوسو الفاشونيستا دي تلبس النضاره. عشان كده قررنا انا واصحابي نتجمع النهارده. كل واحد زي ما قلت لكم جايب الحاجات بتاعته. انا بقى هوريكم لما نروح هناك كل واحد حضر ايه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اليوم يعجبكم. جينا اهو خلاص على المترو باص. المفروض هنركب لمحطه اسمها جيهانجير. بعد كده هناخد عربيه حد من صحابنا، ونروح بقى المكان البارك اللي احنا عايزينه. كده خلاص المفروض وصلنا محطه مترو باص اسمها جيهانجير. فهناخد بقى العربيه من هنا، وهي اصلا ما فيش 10 دقايق هنوصل للمكان، وهحط لكم لوكيشن المكان كمان. احنا المول ده عمرنا ما رحناه، ما صورتش ليكم فيه قبل كده. ان شاء الله في يوم كده هاخدكم جواه لانه جميل جدا. المهم انا مستنيه اصحابي المفروض جايين، ومستنيه صاحبتي اللي معاها العربيه المفروض جايه. بس كده، وهنروح احط لكم لوكيشن المكان زي ما قلت لكم، للناس اللي ساكنه في افجلار ما تعرفش المكان، والناس اللي كمان اللي جايه سياحه وعايزه تقعد مع اطفالها في مكان وتقعد جنبه في كافيه تكون شايفاهم بيلعبوا قدامها. فعشان تفيدكم كمان الموضوع ده، بس فهحط لكم في صندوق الوصف كل الحاجه. انا مش عارفينها. لا انا عايز السنه وبعدين لو كنت انا كمان كنت عملت نفس الدفعه بتاعتي. بصوا خلاص وصلنا المكان، ودول صحابي. بس وصلنا المكان وهنخش دلوقتي هنقعد. هو ده المكان جوه. ليلوش جه احنا ماشيين من قلت هصور اليوم النهارده. عندك مانع؟ لا طبعا، ده يا ريت يا ريت. بس هو ده المكان. صوري اهم حاجه، صوري عشان نطلع معاكي لو سمحتي. دي الدكتوره هاجر، دي محاميتنا ومترجمتنا وكل حاجتنا، بتعمل لنا كل حاجه. المفروض هنقعد في الكافيه اللي هناك ده، وهنحط حاجاتنا، والاطفال هتلعب قدامنا هنا كده. يحيى صاحبتنا التانية جت اهي. دلوقتي الشاي جه بقى، واحنا بنحضر القعدة بتاعتنا. مراد انت ممكن تطلعوا الفطار الاول، يعني شيلوا المكرونات دي. ماشي خلاص قشطة. هنعمل شكل حلو للسفرة وبعد كده نصورها. بصوا هنا في الساحل اللي هو البحر يعني، والمكان ده مجانا فور فري، يعني ما بنخشش بفلوس خالص. تمام. وده اسم الحديقة، اسمها احمد يسافي. تمام. وهحط لكم زي ما قلت لكم اللوكيشن في صندوق الوصف. ايه هاجر؟ ايه هاجر؟ اصورك فين؟ في اي حته. في اي حته. طب تعالي اصورك. هم يحضروا الترابيزه.
مناديل المطبخ هتلاقيها في الشنطه بتاعت المكرونه. تاخدي خياره؟ ها ادلقي. هي بتودي فين؟ هي حضرتك رايحه فين؟ هتدي اسمها ايه دي؟ للجرسونيره دي حاجات. ليه؟ يعني عشان هي سابتنا نقعد لحد، مع انه يعني ما ينفعش تقعدي بكميه اكل كبيره يعني. فاهمه؟ السلام عليكم يا بنتي يا معلم. انا جبت شوك. انا جبت معلقه يلا نقعد بقى. كبيره عشان الاكل ده. سلام يا بنتي اللي لسه بتجي اهو. لموا بقى ايه المسك بتاعك؟ هي نلم بقى الحاجات دي. خلاص خلصنا قعدتنا في الحديقه، قعدنا حوالي ساعتين 3 كده ولا اكتر. دلوقتي بقى طالعين نتمشى على البحر. بصوا البحر هناك اهو. بصوا اجمل حاجه عجبتني، انتوا عارفين طبعا ان انا محبه لاسكندريه جدا بس اجمل حاجه عجبتني في تركيا حرفيا ان الاماكن اللي ممكن نقعد فيها زي كده قريبه من كل بيت. يعني دي قريبه من كل بلديه، هتلاقوا حديقه تقعدوا فيها، وهتلاقوا اصلا احنا يعني الخط بتاع من اول بالك توز والحتت دي كلها الساحل قريب منها. افجلار، بالك توز، ومصطفى كمال باشا، بيوكشك مجا، كوتشوكشك مجا، مش عارفه نسيت حاجه تانية ولا لا. الساحل قريب منها اللي هو البحر يعني. فاللي هو كل بلديه في حديقه للاطفال والمنظر ده وبلاش بقى. يعني احنا النهارده جبنا كل حاجتنا معانا، فما تكلفناش حاجه تقريبا غير الشاي اللي احنا شربناه يعني. بس كده دلوقتي طالعين على البحر نتمشى وبس. فقلت افرجكم معانا بقى على الاماكن اللي هنا. بصوا واحنا ماشيين لقينا هنا ممشى مراكب والحاجات دي، المفروض بيطلعوا رحلات لما بالصيف يخشوا، بيطلعوا رحلات لمنطقه اسمها جزر الاميرات. فبياخدوا حاجات من دي وبتمشى يعني بتمشي في البحر لحد ما تروح جزر اسمها جزر الاميرات. المكان بتاع جزر الاميرات ده هوريه لكم ان شاء الله الصيف ده. ده مكان ما بيمشيش فيه عربيات خالص من جوه، انت بس وسيله مواصلاتك بس عجل ومشي، مفيش تكوسه، مفيش عربيات، مفيش اي حاجه. اللي هو الناس هناك عايشه، مفيش عوادم، مفيش اي حاجه. هو انتوا ماشيين اكنكم من الزمن الجميل بالظبط كده. وبصوا ده ممشى بقى، اللي هو الممشى ده والبتاع اللي هناك ده اللي عامل زي اسمه ايه ده، مش عارفه اقول اسمه البتاع اللي بيتركب ده. مروه، هجر اسمه ايه البتاع ده؟ السكوتر، بس مش عارفه اجمع اقول اسمه ايه. السكوتر ده بيتاخد بفلوس، يعني بتحطوا الكارت بتاعكم، كارت البنك بيسحب منكم فلوس حسب الوقت اللي انتوا هتأجروه فيه، وبترجعوه. لازم تصوروا نفسكم بعد ما رجعتوه، وتصوروا معرفش البطاقه بتاعتكم، وبتاخدوه بالبطاقه والحاجات دي. ليلى بيس ايفيت بيس جيل بس. طول ما انتوا ماشيين بصوا الخضره. وفي برضو كافيه هناك، فاكرين الفيديو اللي قبل ده قلت لكم ان في كل مكان في كافيه البلديه بالاسعار المدعمه. في برضو هناك كافيه البلديه، والكافيهات بتاعت البلديه هنا معظمها بتبقى على البحر. يعني ايه كافيه البلديه؟ للناس اللي اول مره تخش، كافيه البلديه يعني كافيه حكومي بينزل المشروبات والمأكولات باسعار ارخص من الكافيهات العاديه، للناس اللي عايزه تاخد فيو كده مثلا زي فيو البحر كده وتدفع فلوس قليله. تمام. فهو تقريبا الاتراك هم عايشين على كافيهات البلديه دي. يعني في الصيف الكافيهات دي مش بتخلو من الناس حرفيا. انا مبسوطه النهارده ان عرفت اعمل حاجه انا مش بعرف اعملها كتير. لا، اخرج مع اصحابي ببنتي، لان هو بنتي يعني او الاطفال كلها، كل الاطفال اللي جايين دول اطفال حركيه جدا، فاللي هو ما بنعرفش نقعد. بس المكان اللي لقيناه ده صاحبتي اكتشفته، اللي هو احنا قاعدين والمراجيح قدامنا على طول، مش اللي هو المراجيح في مكان بعيد واحنا نقعد في مكان بعيد. لا، كل حاجه كانت قدامنا، فعشان كده كان الموضوع سهل قوي النهارده.
بصوا المكان ده اللي بتحجز منه اسمه ايه ده، الاماكن اللي هنروحها، اللي هو جزيرة الاميرات. 15 ايه ده الله. الرحلات هتبتدي من يوم 19. بكام بقى؟ بصي من الساعة 9 و15 بتقوم البتاع لحد الساعة 11 وربع بالظبط. فين ده يا هاجر اصلا؟ اهي بصي جديش اه. كلمة جديش افجلار من الساعة 9 وربع لحد الساعة 11 وربع. صح كده. ونرجع امتى كنا بقى؟ لقضاء الله جميلة دي، كنا لقضاء هيبقى لقضاء بيوك قضاء بتقوم الساعة هنرجع 9 وربع. بصوا الرحلات بتقوم الساعة 9 وربع هنا. الساعة 5 وربع وبتوصل هاجر نسأل على الفلوس هنا. هاجر نسأل بكام هنا؟ هاجر نسأل بكام هنا؟ نسأله بكام؟ نسأله منين؟ نتكلم اعتقد اعتقد ابلكيشن. بصوا في ابلكيشن او تشوفوا تكلموا الرقم ده هتبقى زحمة قوي، هتبقى زحمة جدا. وتسألوا عن الاسعار بكام، لان مفيش حد قاعد جوه اعتقد. يا اختي عدينا على بتاع دندورما، يا ريتني ما شفته، يا ريتني ما شفته، لو شفت بتاع المصر هجيب من مصر. يا ريتني ما شفته. وما دام عدينا من عند بتاع الايس كريم، يعني بيبقى يوم غريب بالنسبه لي، بتبهدل نفسها زي الفيديو اللي فات. بصوا بتاع ايس كريم يا لازم نقف. شوكولاته شوكولاته بتبهدل نفسها جامد بيه، بس اللي هو خلاص لا مفر يعني. مراد مش هياكل اعتقد. لا مش هاكل. من الاكلات الشعبيه برضو هنا اسمها سوت مصر، اللي هي الذره باللبن. هاجر وريني الذره باللبن. مصر صوت مصر بيتحط عليه كاتشب صح؟ ده كاتشب مصر بموت فيه، كاتشب ومايونيز وتريا وزبدة. اللي هو الذره اعتقد مغلي في اللبن، بيغلينه في اللبن بدل الميه، وبيحطوا عليه كاتشب ومايونيز. دي من الحاجات برضو بتاعت اللي اسمه ايه ده، الشاطئ يعني، اللي هو الكورنيش. زي عندنا في اسكندريه كده بيبيعوا بطاطا وترمس، هنا الايس كريم والذره. بصوا جينا قعدنا على البحر. بصوا ده كافيه البلدية على طول على البحر. فاللي هو غيرنا القعدة بدل الحديقة بقينا على البحر. المفروض نقعد بقى نشرب شاي او حاجة هنا لحد بقى نقعد شوية كمان كده لحد ما العربية دي تاخدنا يعني. منورة الفيديو النهاردة انت يا هاجر. تحب تتصور. وخلاص بقى كده تقريبا اليوم خلص، العربية خلاص قربت تيجي، فاحنا بنجهز نفسنا. وفي الوقت ده من مثلا دلوقتي الساعة دلوقتي 5:30 كده داخلة على 6، الناس بتيجي تقعد على الرصيف التاني ده عشان تصطاد. شايفين البطة الحلوة دي؟ شايفين؟ كان هياخدها الطائر ده. الناس بتيجي الجهة التانية عشان تصطاد. بصوا البط قد ايه ده، كيما قوي. ده بط ده ولا طائر اللي بيطير؟ لا ده بط. الناس بتيجي الجهه دي عشان تصطاد زي ما قلت لهم، عشان كل ما تصطاد الاقي بط فقعد ساكته. ايه اللي في الميه ده هو اللي بيطير فوق ولا ده بط؟ ده بيطير؟ انا بحسبه بط. يعني في بط وفي بيطير. تمام دقيقة، يعني في الاثنين. طلع بط واللي بيطير ده والطائر اسمه الليلك.
بس كده، ده الفيديو بتاعنا هيخلص خلاص وهنروح. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وهو كان فيديو قصير كده مش طويل، عشان قلنا نستمتع باليوم اكتر من افضل اصور فيه حاجات كتير. وبس كده. قولي عايزين اصور لكم ايه الفيديوهات الجايه، قولي طلباتكم كلها في الفيديوهات وانا على قد ما اقدر هصورها. وبس اشوفكم فيديو جديد واقول لكم مع السلامه. Papatya mı bu? El tutuşun burada durun. Yahya sen ortada dur. Ay bu benim. Papatya benim. Hadi sizi çekeceğim. Bu. Sayla dur. Al bakalım. Teşekkürler. Dur.